السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش خباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ نتمنى يا ربي تلقاكم هاد الفيديو نتوما في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب. كيف العاده كنجدد اللقاء بكم بكل حب وتقدير واحترام وشكر كبير لكم. شكرا من القلب، وكلمه شكرا قليله في حقكم. اللي يخطيكم عليا شكرا لكم بزاف بزاف. الله يجعل ربي يفرحكم ويعطيكم ما نويتو في خاطركم ان شاء الله يا رب. كيف العاده غنقولوا بسم الله على بركه الله، وغادي نبداو القصه ديالنا بخير الكلام اللي هي الصلاه والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مولات القصه كتقول لكم انا سميتي رحاب، ومن نهار عقلت على راسي وانا صغيره وانا طفله صغيره كنعقل على والديا بابا وماما. ديما الغوات في الدار، ديما المخاصمه، ديما بابا كان كيضرب ماما، وكانوا الجيران كيدخلوا. بعض الخطرات بابا كيجري علينا كاملين انا وماما وكيسد علينا الباب وكندخلوا عند الجيران، وانا طفله صغيره ديال 3 سنين كنعقل على هاد الامور. بعض الخطرات بابا كيشد ماما كيعطيها قتله ديال العصا، وانا كنمشي نتخبى في شي بلاصه وكنموت بالخلعه. هذه هي الحياه اللي عقلت ديال والديا شويه. المهم بحال هاد الاحداث واخا الواحد كيكون صغير اي واحد فينا كيبقاو ليه شي احداث في دماغه، وهاد الاحداث يا اما كيكون شي حدث اللي زوين اللي كيبقى لك في دماغك واخا ما كتعقلش على التفاصيل بالضبط ولكن كتعقل عليه، اولا شي حدث ديال الخوف اولا ديال الحزن حتى هو كتبقى عاقل عليه ولو ان العمر ديالك كيكون صغير. انا هكا عشت مع والديا كنعقل دائما على العصا على الضرب. انا صراحه الله بابا ما كانش كيضربني ولكن كان كيهزني هكايا ويرميني على ماما برا منين كيسد علينا الباب كيقول لي خرجي تبعيها. وكنسمع السبان وكنسمع المعيور وكنسمع جميع انواع السبان اللي ممكن تسمعوها. يعني الوالد ديالي ما كلم بلي لا حتى شي حاجه، ولكن ما عرفتش علاش كبرت في الرعب وفي الخوف. ماما ما قدرتش تصبر على هذه الحاله، فواحد النهار هزاتني جمعت حوايجها جينا عند جداتي اللي ساكنه بوحدها، ساكنه في واحد الدار اللي على قد الحال وما فحالهاش. المهم جيت عندها انا وماما وانا باقا صغيره. ماما ما قدرتش تصبر على الحاله، مشات دفعات الطلاق، طلقات مع بابا، جابتني للدار. جداتي ما حملاتنيش، جداتي من واحد النوع عندك الفلوس راكي حبيبتها، ما عندكش ما عندها ما دير بك. المهم جداتي ولات فين ما الدور تنهصرني، فين ما الدور تعايرني، فين ما الدور تضربني. لا هزيتي هذه لا حطيتي هذه، ابسط الحاجه كتنوض تضربني عليها وكتظلمني احيانا كتقولي درتي شي حاجه وانا ما درتش. وماما كتشوف هذا الشيء وكتبقى تغوت على ماما انا راني ما قداش نوكلكم ونشربكم، خرجي خدمي على بنتك. ماما كانت كتخرج كتقلب مسكينه على الخدمه، مره كتلقاها مره ما كتلقاش. النهار اللي كتدخل ماما ما كتجيب حتى شي حاجه في يديها، كتسمع جميع انواع المعيور من عند جداتي. الناس والدين البنات قافزات، وانا والدك خرجتي ليا من الجنب، اجدك اصلا تزوجي بهذاك. وعلى الرغم من ان جدتي هي اللي زوجاتها، يعني ماشي ماما تلاقت مع بابا عن حب زعما وجابته، لا كان زواج تقليدي فقط. المهم انا على هذيك الحاله وماما مسكينه مره خدامه مره ما خدامش، مره كتخدم في الميناج، مره كل مره فاش. المهم كتخرج مسكينه مره جابت شي حاجه في يديها مره ما كتجيبش، وكنت انا هي الضحيه. كتقول جداتي كتقول ماما ديها عليا، ديها لباها، خليها عند باها، ماشي هو غيولد وانا غنهز. المهم ماما واحد النهار قالت لها شوفي، قالت لجداتي شوفي الا ما كنتيش باغا رحاب هنا راه حتى انا ما غنبقاش، سدي علينا الباب ويجري علينا بجوج، حيت انا ما يمكنش ندي بنتي لشي بلاصه اخرى ونجي عندك هنايا. المهم شفت جداتي تعيات وسكتات، ولكن مع ذلك نقصت عليا شويه العصا، ولكن الهدور والمعيور والتنهصير كاين. المهم واحد الوقيته ماما لقات خدمه في واحد القهيوه، خدمات في القهوه. المهم مره كتجيب شي حاجه في يديها، بعد الوقت كتجيب شي ماكله الا شاط ليهم كتجيبها للدار كتخلص شويه. المهم جداتي تكلمات عليها هي، ولكن انا لا، انا بالنهار كنت كنشوف مع جداتي اللويل الكحل.
حتى لواحد النهار جات ماما قالت لي جداتي راه تعرفت على واحد السيد خدام معايا في القهوه، قال لي نتزوجوا. جداتي قالت لها مزيان الله يكمل بخير. المهم جداتي بغات غير تفك منا، تهنى منا، ما بغاناش معاها صراحه. جداتي واحد الانسانه اللي كيف قلت لكم الا عندك تقبلك، ما عندكش ما عندها ما دير بك. المهم قالت لها صافي واخا. جا السيد خطب ماما من الدار، تزوجوا. قبل ما يتزوجوا قالت لجداتي راه ما غنديش معايا رحاب، ولما غتخليها يا لاله قلت لها خليها عندك، حيت دابا السيد راه كاري غير واحد البويت وراه ما يمكنش نديها معايا، هو كاري غير بيت وطواليت، داك البيت كنطيبوا فيه كنديروا فيه كلشي، ما يمكنش نديها، ما عنديش اتساع. المهم جداتي ب66 كشيفه قالت لها ديها لباها ديها لجداتها الاخرى. المهم ماما ب66 كشيفه باش قنعت جداتي تخليني عندها غير مؤقتا. قالت لها غير حتى نوقفوا على رجلينا شويه، نكريو شي دويره هكا واخا تكون غير صغيره، غير جوج بيوت نديها معايا ديك الساعه ونهنيك منها. المهم قالت جداتي اللهم وحده ولا جوج. صافي وافقات، تزوجات ماما مشات في حالتها. في الاول كانت كتجي ولكن ما بقات كتجيب ليا حتى شي حاجه معاها، ما بقات كتجيب والو في يديها، كتجي هكاك طويله. جداتي ما كانش كيعجبها الحال، فين ما كتجي ماما كتسمعها الهضور لدرجه ان ماما ما بقاتش كتجي، دارت بالناقص مني ومن امها حتى هي. المهم انا كنكبر، وصلت ل6 سنين، هذا وقت الدخول المدرسي. انا ما كاينش كاع اللي مسوق للمدرسه ولا شي حاجه. المهم ما جايهمش كاع في بالهم لا ماما ولا جداتي. بابا خلاص راه من نهار دفنوه ما زاروه، من نهار طلقات ماما مع بابا ما سول فيا، ما داها فيا، ما حاشاها ليا، بالعكس مشات تزوج على حسب ما سمعت كيهضروا بيناتهم ماما وجداتي. المهم صافي الناس تقيدوا في المدرسه وهذا، وانا كنشوف الدراري غاديين للمدرسه. انا بيني وبينكم ما كنت عارفه واش وصلت لاج ديال المدرسه ولا ما وصلتش، هاد الامور مازال ما كنتش كنفهمهم بزاف، ولكن المهم كيبانوا ليا بنيتات هكا ودراري قدي كيهزوا شكايرهم وغاديين للمدرسه. واحد النهار انا مشيت جبت جوج خبيزات، فقنا في الصباح، صيفطاتني جدتي قالت لي سيري جيبي جوج خبزات نفطروا. مشيت جبت جوج خبزات، تلاقيت مع واحد السيده جارتنا ساكنه حدانا، عندها بنيه قدي. قالت لي بنيتي ما مشيتيش للمدرسه؟ قلت لها لا خالتي ما مشيتش. قالت لي علاش؟ قلت لها ما عنديش الكتوبه. انا هذا عقل الصغر قال لي راه غير الكتوبه اللي خاصني باش نمشي للمدرسه. المهم السيده قالت لي صافا بنتي سيري الله يرضي عليك. جيت دخلت للدار، حطينا الفطور انا وجداتي، يلا كنفطروا شويه. السيده كتدق وكتعيط خالتي فاطمه، جداتي سميتها فاطمه. طلعت عليها دخلي دخلي تفطري. السيده دخلات جلسات كتقول لها فطري، لا ما فياش والله الا يلاه فطرت. المهم قالت لها جيت غير على قبل رحاب، سولتها قلت لها واش ما مشيتيش للمدرسه؟ قالت لي ما عنديش كتوبه. قالت لي جدتي داكشي اللي كاين ما قيدناهاش اصلا، حيت ما كاينش اللي غيشري لها الكتوبه. امها راه كيشتي يلاه كتكافى مع راسها، انا راه ما عنديش، انت كتشوفي راه غير الناس اللي كيعاونوني. باها راه ما كيسولش فيها اصلا. انا جالسه كنسمع هاد الهضره وانا طفله ديال 6 سنين. جبدات السيده جارتنا شي فلوس من طابليتها، مداتهم لجداتي، قالت لها سيري قيديها، شري لها بعدا شي حويجات وديها قيديها في المدرسه، والكتوبه تجيب داكشي اللي خاصها وجيبي لي الورقه. جدتي قالت لها بنيتي راه بزاف، ها انت كاع شريتي لها ديال التحضير. قالت لها المهم غير سيري قيديها ويحل الله، ربي غادي يتكلف، ربي ما كيخلي حتى واحد. صافي داكشي اللي كاين. خرجت السيده، بقينا حتى العشيه. قالت لي جدتي يلاه نوضي. مشيت معاها، داتني هكا باش تشري لي حويجات. فين ما كتسول كتلقى داكشي غالي. المهم ماشي غالي ولكن جداتي باغا تشيط الفلوس ليها، ما بغاتش تخسر عليا انا الفلوس، وفي نفس الوقت خافت للسيده تقول لها زعما ما شريتي لها لا حوايج لا والو. المهم مشينا للريكلام، شرات ليا شي لبيسات هكايا وصنيديله وجينا. قالت لي ودابا ها حنا شرينا الحوايج باش غنقيدوك. قلت لها كيفاش؟ قالت لي كيفاش كنتي كتفهمي كل لاباس طالعه غير لوالديك. انا ما فهمت شي حاجه علاش كتهضر، هي راه كتهضر على الوراق. ما عرفتش كيفاش دارت، مشات وقيله عند بابا ولا كيفاش دارت. المهم حتى جابت الحاله المدنيه، مشات قيداتني في المدرسه، قيدت الكتوبه والدفاتر وداكشي اللي خاصني. جبت الورقه جبتها لجداتي،
جداتي حشمات انها تديها للسيده. المهم تسناتنا هذيك واحد اليومين، جات ثاني عند جدتي قالت لها واش مازال ما قيداتش الكتوبه؟ قالت لها بنيتي راه قيداتهم ولكن حشمت نجيبها لك. قالت لها ويلي حشومه عليك، انا قلتها لك انا كنتسناك زعما تجيبي لي الورقه وجلس دابا نتسناك. خدات من عندها الورقه، مشى عطاتها لراجلها، مشى راجلها تقضى ليا داكشي كامل اللي خاصني، كلشي جديد. ما نعاودش لكم، هذه كانت اول فرحه غادي نحس بها في حياتي، انني هزه شكاره ولابسه حويجات جداد وغادا للمدرسه مع بنت هذوك الناس هذوك جيراننا. المهم انا وياها صافي، انا وديك البنت كنمشيو، البنت سميتها نسرين. المهم كنمشيو انا وياها وكنجيو وكنمشيو للمدرسه. فين ما هذا انا كنخرج كندوز على البنت، على بنت جيراننا. امها قالت لي منين تخرجي من الدار دوزي على نسرين باش تمشيو مجموعين. علاش؟ هي مسكينه كتقول لي دوزي على نسرين باش تعطيني شي حاجه، مره كتعطيني الفلوس، مره كتعطيني شي حاجه من الدار هكايا باش نديرو كاسكروت في المدرسه راكم عارفين. صافي المهم هكاك بقات الوقت بحال هكاك. ماما صافي غير تزادت عندها بنيه وكرات فعلا واحد الدار اللي على حسب ما كنسمع انها تحولت من ديك الدار، ما بقاتش في بيت واحد. وتزادت عندها بنيه. واحد النهار الحد مشينا عندها انا وجداتي، شفنا البنيه الصغيره. قلت لماما واش نبقى معاك؟ قالت لي ما يمكنش بنتي، راه انت راه كتقراي تما، راه ما يمكنش الا جيتي عندي راه ما غتبقايش تقراي. صافي انا من قالت لي هاد الهضره انا على نيتي قلت صافي لا خليني هنا. قالت لي واش تجي عندي؟ قلت لها لا غير خليني صافي عند جداتي، انا غنصبر. جداتي بيني وبينكم كانت كتقتلني بالعصا، كانت كتهلكني بالعصا والغوات طول النهار، وقت ما جلست في الدار الغوات. المهم صافي بقينا هكاك انا والدريه بنت جيراننا حتى كبرنا توصلنا للبكالوريا. انا ما حدي كنكبر وما حدي كنستوعب الحياه وعارفه، وكنستوعب داكشي اللي انا عايشاه، وكنشوف صاحبتي كيفاش عايشه وانا كيفاش عايشه. كنشوف صاحبتي كتدخل الدار كتلقى باباها وماماها، انا كنلقى واحد جداتي اللي كتسمعني خلا ضربويا. ما حدي كنكبر ما بقاش كضربني، ولكن المعيور والهضاضر وامك وباك ديما في الهضره. المهم وصلنا للبكالوريا، صاحبتي نجحات. قبل بعدا فاش كنا في السانكيام صاحبتي امها حملات وخسر لها البيبي، صافي مسكينه من تما ما بقاتش ولدات، وقع ليها شي مشكل في الرحم ما بقاتش ولدات، وبقات غير هاد البنت نسرين هي اللي عند والديها. المهم بقينا انا وياها توصلنا للبكالوريا. صاحبتي نجحات انا ما نجحتش. جيت للدار ايوا لا يوريكم شنو سمعت من عند جداتي. جداتي عند بالها غير غادي نشد الباك غادي نتوظف وغنولي نتخلص فلوس صحيحه، هذه هو المنظور اللي عندها هي. ما في خبرهاش باللي راه انا الا شديت الباك يلا غتبدا المسيره ديال القرايه ديال بصح. هي ما عارفاش هادشي، لالاك شاده الباك، لالاك دايره، لالاك فعله، لالاك تاركه. المهم هاد لاله ما عارفاهاش كيفاش عايشه، واش عايشه بنفس الطريقه باش عايشه انا. هذه ما كتفكرش فيها جده، كتفكر غير في لاله فقط. المهم صافي صاحبتي قالت لي عاودي الباك، انا ما رضيتش بيني وبينكم، ما رضيتش نعاود الباك. صاحبتي غتمشي لافاك مثلا او لا مازال ما كنتش عارفه شنو غدير، او لا غتمشي للمعهد وانا غنبقى نمشي للباك مع الدراري الصغار. هكا كان في بالي ديك الساعه، يعني غنمشي مع الناس اللي صغر مني. قلت لها لا ما غنعاود ما والو، صافي انا غنجلس في الدار ونقلب على شي خدمه. قالت لي راه ما غتلقاي حتى شي خدمه بنيفو باك. قلت لها المهم اللي كان ندبر على شي حاجه والسلام، ما غنعاود. قالت لي غير عاودي انت راه عقلك خفيف، راه غير ما عرفت هذا العام تكاسلتي وصافي داكشي علاش راه كنت كنقولها لك. المهم قلت لها صافي ما مكتبش حتى الاستدراكيه ما عطاوهاش ليا، يعني ما وصلتش حتى المعدل باش يعطوني الاستدراكيه. صافي صاحبتي جابت الباك في الدوره العاديه. صافي وجداتي قالت لي ملي ما غتقرايش خرجي لالا قلبي على خدمه، ما غتبقايش جالسه ليا ناشره ليا رجليك هنا. واخا جده انا غنقلب على خدمه. المهم كنخرج نقلب على خدمه، ما كنلقى حتى شي حاجه بيني وبينكم، فين ما كنمشي ما كاين والو. المهم واحد النهار راجعه من كنقلب هكايا تعييت، رجعت دزت على صاحبتي دايره المعهد. فاش كنت غدير المعهد بات صاحبتي قال لي نقيدك حتى انت في شي معهد. انا ما رضيتش حيت انا وياها ما غنديروش نفس الشعبه. هي غدير شعبه بالبكالوريا وانا غندير شعبه اللي لتحت يعني بنيفو باك
كنحس براسي انني اقل منها زعما. قلت اللهم ندير منها بالناقص. صافي وانا راجعه كنقلب على الخدمه ما لقيت حتى شي حاجه. كيف قلت لكم هاد الايامات فاش كنقلب على الخدمه ملي كنرجع كتسولني واش لقيتي شي حاجه. هذه جداتي ملي كنقول لها ما لقيت والو كتسمعني الهضور. اش غتلقى يعلم الله فين مشيتي ضايعه حتى لدابا، مشيتي جلستي في شجره حتى لدابا وجيتي. المهم هو ربي اللي عالم بيا انا فعلا كنت كنقلب على خدمه. جيت دزت عند صاحبتي ما لقيتهاش، لقيتها مازال في المعهد، لقيت غير امها. فين كنتي؟ قلت لها خالتي كنت مشيت كنقلب على شي خدمه ما لقيت والو. قالت لي يا بنتي اش بغيتي شي خدمه انت راه باقا صغيره على الخدمه. قلت لها راه جداتي راه حمقاتني بالخدمه. قالت لي والو تخدمي تبقاش ناشره ليا رجليك هنايا. اويلي قلت لها والله الا هادشي اللي كاين. قلت لي شوفي اش غديري هاد المره منين تقول لك سيري قلبي على خدمه خرجي ديري راسك غادا لشي بلاصه حتى ما تبانش لك مازال كطل رجعي عندي. علاش؟ قالت لي غير بقيت تجي عندي ما تمشي تقلبي على خدمه ما حتى شي حاجه يمشي غير يضحك عليك شي حد ولا شي حاجه ما تمشي لتا بلاصه. سيري حتى تشوفيها سدات الباب رجعي دخلي عندي دقي عليا. واخا داكشي اللي درت فعلا. غد لي خرجت فقت 9 فطرت خرجت. وقالت لي سيري تاني ضيعي في الزناقي حتى يقولها لك راسك وجي ليا قولي لي ما كاينه حتى شي حاجه. واخا جداتي خرجت مشيت هكايا جداتي سدات الباب رجعت دقيت على السيده قالت لي دخلي. دخلت. المهم بقيت جالسه عندها قلت لها خالتي راه غادي نمشي تاني راه غتبقى عليا بالمعيور غير خليني كون غير خليتيني نمشي نقلب على الاقل نقدر نلقى شي حاجه. قالت لي لا ما غتلقاي حتى شي حاجه انت باقا صغيره ما كاينش اللي غيخدمك. المهم بقيت عم معاونها هكايا في الشقه. هي مسكينه منين خسر ليها البيبي صحتها بحال تدهورات شويه ولات كل مره كتقول لي نسرين راه دينا ماما للسبيطار دينا ماما هنا دينا ماما هنا. المهم انا كنت كنعاونها عاونتها في الشقه جمعت ليها الدار عاونتها في الغداء بقينا هكاك تغديت معاهم. جات نسرين تغدينا جلسنا انا وياها في البيت كنهضروا مجمعين حتى وصلت 6 العشيه. قلت لها صافي غنمشي نطلع على جداتي راه تقدر تخرج تقلب عليا. وانا خارجه السيده جبدات 50 درهم مداتها ليا وجبدات ليا شي بنان وشي تفاح من الثلاجه جبدات ليا شي دجاج قالت لي هاكي ديه. فعلا داكشي اللي درت. جيت جدتي غير شافتني فرحات ما سولتنيش منين جبت داكشي ما غرضهاش كيف كانت كدير مع ماما كديروا معايا حتى انا نجيبو فين ما ولا المهم نجيب. مديت ليها 50 درهم فرحات. السيده جارتنا قالت لي الا سولاتك واش خدمتي في شي بلاصه قولي لي هي قولي لها راني خدمت في واحد المدرسه حره هكايا في الحضانه. قلت لها واخا داكشي اللي قلت. سولاتني قالت لي لقيتي شي خدمه؟ قلت لها لقيتها. فاش؟ قلت لها لقيتها في واحد المدرسه حره. واخا نغد ليه تاني نفس الشيء. مشيت عند السيده. المهم السيده مسكينه كل نهار كتعطيني شي حاجه مره تعطيني الفلوس مره تعطيني التقضيه نجيبها للدار. جدتي قلت لها راه كيخلصوني حيت انا درت مع السيده بقات فيا راه بعد الخطرات كتعطيني نهاري ديك الساعات في العشيه. المهم جدتي ما عارفه حتى شي حاجه اولا ما بغاتش تعرف. انا لحد الساعه ما عرفتش واش هي فعلا ما عارفاش باللي الناس كيخلصوا في مدرسه حره من شهر لشهر اولا جاتها هكاك قالت هذه ما تيقاتنيش اصلا واش خدامه في مدرسه حره ولا ما خداماش. المهم عندها هما الفلوس. المهم بقيت هكاك نفس الطريقه. دوك الناس خيرهم مغرقني ديال بصح حاسبيني بنتهم. من نهار عقلت على راسي من نهار دخلت للمدرسه وهما كيصرفوا عليا من الكتوبه من الحوايج من الصبابط داكشي اللي كيشري السيد لبنته كيشريه ليا انا. واحد الراجل من اطيب خلق الله. انا بعد الخطرات كنكون جالسه وكنشوف فيهم هكا كيفاش عايشين في الدار شي حاجه اللي ما كنتش عارفه اصلا انا واش كاينه. كون ما دخلتش عند دوك الناس للدار كنت غنقول راه الدنيا كلها فيها العنف وفيها الحقره وفيها الاهانه. ولكن ملي شفت دوك الناس وعاوتاني انا ملي شفت دوك الناس قلت راه الناس كاملين خايبين الا هاد الناس بالضبط هما اللي عايشين السعاده والفرح. كيفاش كيتعامل مع بنته وكيفاش المهم واحد الحياه روعه. نسيت ما قلت لكمش نهار اللي عيطت لبابا باش ندير لاكارت فاش طلعت للبكالوريا عيطت لبابا باش ندير لاكارت ندمني على حياتي. ما عندي وراق انا ما عندي وراق بعدي مني وما صدقت تهنيت منكم
المهم سمعني الهضور بزز، مشات عنده ماما بزز باش جابت هذا باش طلعت لاكارت ناسيونال ديالي. المهم بقيت مع هاد الناس بحال هكا حتى لواحد النهار هاد السيده هادي اللي قلت لكم جارتنا جات عند جداتي قالت لها راه واحد قال لي راجلي راه كاين واحد الدري في عمره 35 عام خدام خدمته بخير. المهم خدام ماشي موظف، خدام غير عادي، كاري دويرتو الا بغات الرحاب راه يصلح ليها واحد الدري اللي درويش. انا ما نكذبش عليكم ما عجبنيش الحال. علاش؟ قلت انا كون كان هذا السيد فيه هاد المواصفات كاملين وعاجب هذا السيد هذا لهاد الدرجه كان غيديه لبنته وغيعطيه بنته، علاش غيعطيني ليه انا؟ المهم هكا فكرت، ما عجبنيش الحال، تقلقت، حسيت بالحقره. الغد ليه ما مشيتش عندهم. جداتي قالت لي ما خداماش، قلت لها لا جداتي ما خداماش. علاش؟ قلت لها ضراني واحد الرجل. صافي سكتات. صحاب لكم قالت لي مالكي ياك ما تحطي ياك ما ضربك شي حد ياك ما، نهائيا ما تسوقاتش ليا. جلست داك النهار ما خرجتش. النهار الثاني عجنات واحد الخبيزه قالت لي كديها للفران، ديتها رجعت للدار. فاش مشيت نجيبها جبت الخبيزه من الفران تلاقيت مع داك جارنا اللي قلت لكم جاب لي العريس. السلام بنتي، لاباس بخير؟ لاباس عمي الحمد لله. فين غبرتي؟ قلت ليه غير كضرني واحد الرجل. ياك لاباس مالكي ما مالكي؟ قلت ليه ما مالي والو، غير كنت ناعسه بالليل فاش فقت لقيت راسي كضرني. ياك ما منفوخه ياك ما هذا؟ قلت ليه لا راه شي حاجه بحال الكلاكاج ولا شي حاجه. المهم نسيت ما قلت لكمش باللي انا فاش قالت لي جداتي هاد الهضره قلت لها ما بغيتش، انا ما بغاش نتزوج. واش غتجلسي ديري ليا لالا؟ قلت لها انا هذاك ما بغيتوش. صافي سدينا. جداتي كانت باغا تزوجني تهنى مني. المهم ناقص واحد ناقص خبزه كيف كتقول جده. صافي قالت جداتي للسيده راه ما بغاتش. المهم انا فاش تلاقيت مع السيد فاش قلت لكم السلام السلام حتى قال لي ياك مال كلاكاج وداك الشيء، مشيت في حالتي وهو عيط ليا رحاب. قلت له نعم عمي. قال لي علاش ما بغيتيش السيد اللي قالت لك خالتك راني جبتو لك؟ راه على ضمانتي واحد السيد اللي لا يعمر هذا. قلت له يا عمي انا كنشوف فيه في هذيك اللحظه ما عرفتش لعب ليا الشيطان بدماغي ولا ما عرفتش. المهم في هذيك اللحظه بالضبط ديجا فاش كان جاي انا كنت جايبه الخبز من الفران وهو جاي كنشوف فيه ما عرفت بحال تبدلات النظره ديالي ليه. وفاش دوا معايا هكايا وانا كنشوف فيه قلت ليه عمي انا ما باغاش راجل صغير، ما عندي ما ندير بالبراهج. قال لي يا بنتي هذا راه ما صغيرش راه كبر منك وبزاف 35 عام. قولي بالعكس راه كبير. قلت له لا انا باغا شي راجل يكون بعقلو. قال لي يا بنتي راه بعقلو راه غادي يعجبك، كون غير عطيتيه فرصه غير تشوفيه بعدا وهذا. قلت لي انا ما باغاش راجل ديال 30 عام ولا ديال 40. بقى كيضحك ويشوف فيا قال لي كتنزي عليا. قلت له والله حتى كندوي معاك بصح انا باغا شي راجل اللي يكون فايت ل50. قال لي الله يهديك. قلت له والله الا هادشي اللي كان انا باغا راجل بعقلو اللي يكون فايت 50 عام. قال لي صراحه اول مره نسمع هاد الهضره هادي، اول مره نعرف شي بنت تقدر تبغي راجل كبير. قلت له انا ما عندي ما ندير بالبراهش. قال لي واش 35 عام برهوش؟ قلت له انا في نظري برهوش، انا باغا راجل اللي يكون كبير 50 عام قدك هكايا ويكون حتى الستيل ديالك بحال هكا. المهم خرجت مني واحد الجرأه، قلت الا قلت هاد الهضره ربما نخليه يشوف فيا. بقى كيضحك قال لي والله يهديك. قلت له امين. قلت له يلا عمي بسلامه. دزت خليته. قلت هذا منين لحت له هاد الهضره يقدر يفكر فيها. المهم في العشيه مشيت عندهم حتى شفتوه هبط من الطوموبيل، هبط شي ميكات دخل وانا نمشي عندهم. المهم دخلت بخير. خالتي كتسولني فين غبرتي فين كذا. قلت لها ولا خالتي غير ضراتني واحد الرجل. كي بقات قلت لها دابا شويه كنشوف هذاك السيد واش غيشوف فيا، واش تبدلات فيه شي حاجه، واش تحركت فيه شي حاجه بهضرتي. ما بان لي حتى شي حاجه، ما تحركت والو ما حركت فيه والو. المهم قلت هاد المحاوله باءت بالفشل. صافي رجعت ثاني للدار وليت كنمشي عندهم ثاني والسيد. المهم كنحاول نبين ليه ولكن هو نهائيا بحال كدوي مع حجره. واحد النهار مشيت عندهم لقيته مريض، ما مشاش للخدمه، مريض طايح بالسخانه. جيت انا كنتهلا فيه، مرتو خدامه الشغل في الدار وانا مشيت جبت الماء بارد درت ليه رجليه في الماء بارد. كيقول لي لا قلت له لا والو.
درت ليها رجليه في الماء بارد، كنفزق واحد الفوطه هكا ونحطها له على جبهته. المهم زعما راني تهليت فيه. بيني وبينكم عزيز عليا، ماشي زعما تمثيل ولا شي حاجه. حتى هذاك الاعجاب ما كانش اعجاب من الناحيه الماديه نهائيا، ما فكرتش بهذه الطريقه. كان اعجاب في شخصيته، الطريقه باش كيعامل وليداته ومرته وبنته. عجبني بهذه الطريقه هذه. كان واحد الانسان اللي معقول، وكان الدرب كله كيشهد بالمعقول ديالو. واحد الانسان اللي مرزن، راجل بمعنى الكلمه. المهم والو، درت هذا الشيء ثاني تهليت فيه، ما خليت ما درت والو. السيد كينوض بنتي ويجلس بنتي، مازال كيشوفني بنته. فعلا راني بحال بنته، راه كبرني على يده. هو كان كيمشي يشري ليا، انا كنت دايره بحال بابا صراحه. كاع ما عرفتش كيفاش تقلبت ديك النظره ديالي ليه. واش حسيت بالوحده، واش الحرمان، واش المهم ما عرفتش بالضبط. المهم واحد الوقيته بعض الخطرات كيفيق الضمير ديالي، كنقول اش هادشي كندير انا. واش السيده اصلا، السيد راه ما كان عارفني ما حتى شي حاجه، راه مرته هي اللي كانت السبب باش انها قربتني ليهم ودارتني وحده منهم. هادشي اللي كندير راه ماشي معقول. كيفيق الضمير ديالي من بعد، كتحرك فيا الانانيه ديال بابا وماما ديال جداتي حتى هي. كنقول لا، علاش كلشي كيضرب على راسو؟ علاش بابا مشى تزوج وما تسوقش ليا؟ وعلاش ماما تزوجات وعايشه حياتها والده وليداتها ما مسوقاش ليا؟ علاش جداتي باغا غير داكشي اللي غنجيب ليها انا بحال ما كايناش اصلا؟ قلت كل واحد كيضرب على عرامو، حتى انا بحالي بحالهم. المهم مره كيفيق الضمير، مره كيموت. صافي بقيت هكا كنحاول السيد ولا هو هنا، ما كاينش. واحد الوقت جات بنته نسرين قالت لي راه واحد السيد غادي يجي لدارنا. بصح قالت لي الاستاذ اللي كيقريني في المعهد راه هضر معايا، قال لي بغاني للزواج. مزيان، فرحت ليها، ولكن تحركات فيا شويه د الغيره. قلت شوف سبحان الله، هاد السيده كيفاش ربي مقد لها الحياه من الديبار. ما عمرها عاشت ولا شافت داكشي اللي عشت انايا، ومازال ربي عطيها في الخير القدام. شو دابا الاستاذ ديالها اختارها من بين البنات ديال القسم كامل اولا البنات ديال المعهد كامل، واختار هاد البنت بالضبط. ولكن فرحت ليها في نفس الوقت. ما نكذبش عليكم عزيزه عليا، كانت بحال اختي. ولكن راكم عارفين الغيره ماشي الحسد، فرق كبير بين الحسد والغيره. المهم صافي جاو الناس في اعلان، كنت معاها تاني، كنهز وكنحط ومعاوناها بحال اختها، دايريني بحال بنتهم. ما كايناش شي قنت في الدار ما كندخلش ليها، وما كايناش شي حاجه كيخبيوها عليا. حتى من الهضره كيهضروا اي حاجه قدامي، حتى حاجه ما كيخبيوها عليا. المهم نهار العرس كان باها واقف، مشيت وقفت حداه، قلت ليه نسرين جات فنه. قال لي بصح جات زوينه. حتى انت قال لي جيتي زوينه بنتي الله يحفظك. قلت له الله يخطيك. قال لي فوقاش نفرحوا بك انت؟ قلت لي راني قلت لك داك النهار. قال لي اش قلتي لي؟ قلت لي راني قلت لك انا حتى نلقى راجل كبير بعقله، يكون في الخمسينات، ويكون ستيل ديالك بحال هكا، ويكون راجل زوين زعما وظريف بحالك، ديك الساعه نقدر نتزوج. قال لي واخا يكونوا عنده وليدات. هنا فهمت راه وصل الميساج. قلت له اييه واخا يكونوا عنده وليدات، راه الشرع عطا 4. قال لي يكون بحالي ولا يكون انانيت؟ قلت له ما تعرف. ومشيت وخليته. قلت صافي راه وصلت لداكشي اللي بغيت، راني قصفت الهدف. صافي داز نهار العرس، كنتسنى السيد مورا هذا الشيء غيفتح معايا الموضوع. والو. المهم انا ونسرين في التليفون، كتوصيني على امها، عافاك تهلاي فيها، شوفي بقيت طلع عليها وهذا. صافي كوني هانيه. نسرين تزوجات، سكنت في واحد المدينه حدانا نيت، المهم ما بعيداش علينا بزاف. صافي انا كنمشي عند امها تاني شهر، السيد بحال الا ما دواش معايا نهار العرس. ما عرفتش واش تنادم معاه الحال، واش شي حاجه الله اعلم. المهم كيفاش انا غنحرك هذا السيد باش نفكروا في هضرته اللي قال. نذكرني ما كاين والو. المهم كنمشي عندهم، ما مسوقش ليا. واحد النهار هما في العشيه ديال السبت كيخرج هو ومرته. كان كيخرج هو ومرته وبنته منين تزوجات نسرين، ولا كيخرج غير هو ومرته. واحد النهار يلا ود العصر هما ما كيخرجوا حتى كيقرب المغرب. مشيت انايا قديت شعري، انا كان شعري زوين ورطب،
المهم سرحت شعري هكايا مشطوقه ديتو، لبست واحد الكسيوه كان شراها ليا هو نيت في الخطوبه ديال بنتو، ولبست واحد الصبيبيط حتى هو ديال طالون هو اللي شراه ليا. المهم شراوه ليا كاملين هو ومرتو، كنا خارجين حنا بربعه. صافي هزيت واحد الصويك، هادشي كله من خير دوك الناس اللي لابسه، ما كاينش اللي كيكسيني من غيرهم، ما كاينش اللي كيعطيني الريال من غيرهم هما، يعني لحم كتافي من خيرهم. ومع ذلك ما بغيتش نحشم، لبست قديت حالتي، قلت هذه هي الطريقه باش غنحرك السيد. مشيت دقيت عليهم، حلات لي خالتي، ادخلت قالت لي غتمشي معنا، قلت لها فين؟ قالت لي نمشيو ندورو، قلت لها لا خالتي انا كنت خارجه غير دزت نشوف كيك ما خاصك شي حاجه، والراجل كاين تما يلاه صلى العصر رجع للدار وكيشوف فيا من الفوق لتحت، جالس فوق الفوتاي. قالت لي فين غدا؟ قلت لها غنمشي غير نسرح رجليا شويه وندور. مع من؟ قلت لها غير بوحدي. السيد تنوى، قال هذه اللي قادت بهذه الطريقه، درت واحد شويه د المكياج واخا خفيف، بحكم ان جداتي الا شافتني درت المكياج ثقيل غتشبع فيا معيور، تقدر كاع تضربني. المهم قلت لها انا غدا يلا بسلام عليكم، ياك ما بغيتيش شي حاجه؟ قالت لي لا صافي غير سيري بنتي سيري ضربي دويره. قالت لي تمشي معانا، المهم لحات علي باش نمشي معاهم، لا ما بغيتش. خرجت غاده مع الطريق، غاده انا ما عارفاش فين غاده كندور وصافي. قلت انا هاد السيد الا شافني بهاد الطريقه غيقول شي رونديفو هذا، والا كنت كنهمو فعلا راه غيتحرك يدير شي حاجه. فعلا داكشي اللي نويت هو اللي وقع. انا غاده مع الشانطي حتى كنسمع الكلاكسون ديال الطوموبيل، درت كنلقى السيد جارنا، عند بالي راه معاه مرتو، لقيت شفت حداه ما بالي حتى شي واحد. جيت عنده السلام عمي، قال لي فين غدا؟ قلت ليه راني قلت لكم غدا غير ندور. فين غدوري؟ قال لي بهاد الحاله. مالها حال تاع عمي كي جاتك؟ ياك هاد الكسوانه اللي شريتيها ليا؟ قال لي هاد الكسوانه اللي شريتها لك، ولكن ملي متى كتلقي شعرك وكديري المكياج؟ قلت ليه وراه انا بغيت نفرح براسي، انا راني بنت. قال لي واش عندك شي موعد؟ قلت له ما عندي حتى شي موعد. علاش؟ صافي قلت له بسلامه يلا الله يعاونك. قال لي وقفي بلاتي راه كندوي معاك. وقفت قلت له علاش ما جبتيش خالتي معاك؟ قال لي راني قلت ليها راه عيط ليا شي سيد صاحبي. قلت له عيط لك بصح؟ قال لي لا شوشتيني انت اللي خارجه بهذه الحاله، بغيت نعرفك فين غاده. فرحت بيني وبينكم، قلت صافي شدات. قلت لي ما غدا فين؟ غير غدا ندور. قال لي طلعي. قلت لي لا راه باغا ندور على رجلي. قال لي غير طلعي. حل لي الباب اللي حداه، طلعت. بقينا غاديين توصلنا لواحد القهوه، طلعنا للفوق، القهوه فيها الفوق والتحت، طلعنا للفوق. قال لي زيدي، تبعته وصلنا حتى لتما. قال لي بقى كيشوف فيا شويه ويقول لي ما بقيتيش جاوبتيني. قلت لي علاش؟ قال لي على الهضره اللي قلت لك نهار العرس. قلت له اش قلتي لي نهار العرس؟ قال لي نهار عرس نسرين. قلت له اش قلتي لي؟ قال لي نسيتي. قلت له نسيت. انا بيني وبينكم بغيت نرد ليه ديك الجرجير اللي دار ليا، حيت تسيف عليا. اليوم قال لي راه واش نكون انا، الغد ليه دار راسو بحال ما كاين حتى شي حاجه، وليت بنت رحاب. قلت ليه نسيت. قال لي قلتي لي بغيتي شي راجل يكون بحالي. قلت له قال لي سولتك واش واخا يكون مزوج؟ قلت له فاش قلتي لي واخا يكون مزوج؟ قال لي قلت له قال لي قلتي لي الشرع تاع 4. قلت ليه. قال لي سولتك واحد السؤال اخر. قلت له من سؤال؟ ما عقلتش. قال لي قلت لك واش يكون كيشبه لي ولا نكون انا نيت؟ قلت لي وما عرفت. المهم اصلا راه ما بنيت هذا الراجل في دماغي الا وعليك انت، شفتك انت بغيت شي راجل صوره تبقى الاصل ليك. قال لي راه ما غتلقايش، تا خوتي ما كيشبهوش ليا. قلت ليه ما تعرف نقدر نلقى. قال لي ولا كنت انا اش غتقولي ليا؟ قلت ليه ما فهمتش. قال لي نفرض قلت لك انا باغيك للزواج، باش غتجاوبيني؟ قلت ليه واش باغيني للزواج ولا لنفرض؟ قال لي لا انا باغيك للزواج، باش غتجاوبيني؟ قلت ليه انا غنجاوبك بكل فرح. قال لي هكا؟ قلت ليه قال لي متاكده اش كتقولي؟ قلت له متاكده ونص. صافي قال لي المهم تما هضرنا تفاهمنا، بدات علاقتنا تما. قال لي غنتزوجوا وعندي واحد الشرط. اشنا هو؟ قال لي زواجنا غيبقى سري. اش هاد الشيء؟ ولكن ما نكذبش عليكم، انا من الفرحه ومن عقل الصغر ومن الانانيه اللي كانت فيا ما عرفت كاع كيفاش نوصف لكم راسي. قلت ليه معليش شتي انا غير نكون مرتك
قدام الله يكفيني، ما بغيت حتى شي حد يسيق الخبر. قال لي متاكده؟ قلت ليه. قال لي المهم في الاول راني غادي نكري لك شي دويره، من بعد نشري شي بارطمون ونكتبها لك في سميتك. قلت ليه ما تكتب لي حتى شي حاجه نهائيا. قلت له عرفتي انا شنو اللي بغيتي تكتب على سميتي؟ قال لي شنو؟ قلت له اسمك وقلبك هو اللي بغيتي تكتب على سميتي. بقى كيشوف فيا وكيضحك. المهم تقهوينا رجعنا للدار، وصلني حتى راس الدرب حطني، رجعت لدارنا، مشى هو لدارو. صافي بقات علاقتنا تما، بقى كيصوني عليا. المهم كنتفاهموا كنهضروا. واحد النهار عيط ليا قال لي راه خاصنا نديرو لاكت، انا راه ما كنبغيش شي حاجه د الحرام. قلت ليه واخا. قال لي المهم وجدي وريقاتك، عيطي لباباك جيبي النسخه الكامله باش نبداو الوريقات. واخا. اش درت انا؟ مشيت عيطت لبابا، الو شكون معايا؟ قلت ليه رحاب. شكون رحاب؟ قلت ليه بنتك بابا. قال لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واش انا ما غنتهناش منكم؟ اش بغيتي؟ قال لي لا كارت صوبتي، اش بغيتي مازال؟ قلت ليه بغيت النسخه الكامله. قال لي عرفتي انت علاش كتقلبي؟ سكت. قال لي كتقلبي هذيك الورقه اللي مكتوبه فيها سميتك، نقطعها من الحاله المدنيه ونحرق جدها ونتهنى من الميكروب ونخرجه من حياتي في دقه واحده. المهم سمعني هضره. قلت لي بابا عافاك انا بغيت غير. قال لي بقيت تقولي لي بابا. قلت لي انا بغيت غير النسخه الكامله فقط، ما بغيت حتى شي حاجه اخرى، خليها ليا غير في شي بلاصه، حتى ما بغيتيش نتلاقى معاك. قال لي ما عندي لا النسخه كامله لا حتى شي حاجه، عطوني اتساع. صافي قطع عليا. المهم واحد الحياه ما نعاودش لكم. عيطت للسيد قلت لي راه كنصوني على بابا ما كيجاوبنيش. انا ما رضيتش نقول ليه شنو قال لي بابا شنو قال لي. قلت له راه كنصوني عليه ما كيجاوبنيش. قال لي عندك شي اكستري في الدار، شي عقد الزياد واخا يكون قديم؟ قلت ليه كاين. قال لي جيبيه ليا. فعلا داكشي اللي درت، مشيت جبته ليه، عطيته لا كارت ناسيونال ديالي، مشى بقى واحد السيمانه قاد الوريقات، كنمشي معاه وكنجيو. المهم قدينا الوريقات. قال لي نهار الاربع، هادشي قالها لي نهار الحد، قال لي نهار الاربع غنمشيو نديرو لاكت. واخا. قال لي شنو بغيتي في الصداق؟ قلت لي صداقي؟ قال لي قلت له بغيت واحد الوعد. قال لي كيفاش يكون هاد الوعد؟ قلت ليه بغيت واحد الوعد باش تبقى معايا ديما وحتى حاجه ما تبعدك عليا. قال لي هادي نضمنها لك جاتك ومن غير هادشي. قلت له ما كاينش من غيره. قال لي يلا راه الصداق راه كيكون فلوس كيكون ذهب كيكون. قلت له ما باغا لا فلوس لا ذهب، انا هادشي اللي بغيتك انت في صداقي ممكن. قال لي انا راه كلي ديالك. قلت له صافي هادشي اللي بغيت فقط. المهم بقى معايا شحال بغيتي شحال نعطيك. قلت لي والو ما تقول لي لا شحال لا والو، ما بغيت حتى شي حاجه، انا ماشي كنمثل فعلا، انا ما باغا والو، باغاه غير هو. انا بغيت العيشه اللي عايشينها هما، اللي عايشه ديك السيده وبنتها، هي اللي بغيت. صافي وصلنا نهار الاربع، قال لي نتلاقاو في الزنقه اللي اللور. باخا خرجت خديت حالتي، خرجت لقيت ورا الزنقه، طلعنا مشينا درنا اللاكت عند العدول. جبد 1.5 مليون مدها ليا، شديتها من عنده دخلتها لساكي، تكاتبنا خرجنا هكايا من عند العدول، طلعنا في الطوموبيل، جبت 1.5 مليون رديتها له. قال لي لا هذه ديالك، هذا صداقك. قلت ليه لا راه قلت لك انا ما باغا حتى شي حاجه. قال لي ما يمكنش، راه قدام الله راه كتساليني الصداق. صافي. قال لي الا ما بغيتيهاش فلوس شري بها شي حاجه. المهم بقى معايا لا مالا. قال لي يلاه نشري لك بها شي حاجه. مشينا للقيصريه ديال الذهب، زاد فلوس اخرى من عنده، شرى لي شي حاجه ديال الذهب طوينكات، شرى لي واحد البراسلي. المهم تهلا فيا. جيت وحنا جايين في الطريق ما شبعتش. علاش ما شبعتش؟ باغا نعيش هذيك الحياه اللي عايشها هذيك السيده، ولكن نعيشها قدام الملأ، ما نعيشهاش بوحدي. كيفاش غندير انا دابا؟ السيد غيكري ليا وغنبقى ندوز النهار تما ونجي بالليل عند جداتي ما عارفاني لا مزوجه لا والو. كي غتكون هاد الحياه وحتى لامتى؟ واحد العقل كيقول لي صبر يا رحاب، راه ما كايناش شي حاجه كتخبى ديما، اكيد غيجي واحد النهار اللي غيعيقوا بكلشي وكلشي غيتفرج وغتعيشي حياتك طبيعيه. واحد العقل واحد اخر كيقول لي لا رحاب، حركي مواترك وشوفي كيفاش تحركي باش هادشي يتفرج، باش تعيشي حياتك من غدا. علاش انت غتسناي؟
شحال وانتي كتسناي 22 عام وانتي كتسناي تزيدي تسناي لا ما جاتش. المهم جيت للدار طاحت عليا واحد الفكره، وانا كندق في الدار كنتسنى جداتي تحل. طاحت عليا واحد الفكره انني نصارح جده بداكشي اللي كاين. جده ما غتبغيش من طبيعه الحال، غتقول لي الغداره تزوجتي براجل خالتك اللي كبروك ورباوك وهذا. المهم ما غتبغيش ليا. انا دخلت للدار، دارت جدتي هكا كتشوف في يديا الخاتم وهذا، قالت لي اش داكشي فين لقيتي هذا الشيء؟ قلت لها عندي لك شي خبار جداتي. اش من خبار؟ قلت لها تزوجت. قالت لي بارك الله الهضره الخاويه، شكون عطاك هذا الشيء؟ غنشوف واش ذهب؟ قلت لها والله جداتي لا ذهب، انا راني تزوجت. اش كتقولي؟ قلت لها والله الا تزوجت. بمن؟ تزوجت بحميد. شكون حميد؟ عمي حميد جارنا اللي حدانا. صافي ما نكذبش عليكم، هذه هي الكلمه اللي نطقت. تلاحت عليا جداتي عطاها ربي واحد القوه ما نعاودش لكم. فرشخاتني كلاتني انتفاتني ما خلات فيا عظم صحيح، وقمشاتني في وجهي تخرج الدم. المهم كلاتني شويه منين شبعات فيا انا عصا خرجات ومشات عندهم كتردخ في البيبان. حلات خالتي الباب، فين هو داك الغدار؟ اش من غدار؟ راجلك الغدار. فاش غدرك يا خالتي فاطمه؟ قالت لها غدرني انا وغدرك انتي، وانتي حاله فمك راه تزوج بالهيشه ديال الرحاب. كيفاش تزوج؟ اش كتقولي؟ المهم هو يبان ليها مشات ليه جداتي، شبعات فيه حتى هو ضرب ومعيور ودفلات عليه ما خلات فيه غير اللي نسات. شويه كيدير هكا كنبان ليه انا الدم في وجهي وحالتي وشعري طالع للسما مريشاني جداتي مقطع عليا الحوايج. جا قال لي مالكي؟ شدني من يدي دخلني سد الباب حيت جداتي دارت الشوها الناس كيطلعوا. سد الباب، مرتو كتقول لينا اش كاين غير فهموني اش واقع. خالتي فاطمه فهميني اش واقع. قالت لها يفهمك الغدار ديال راجلك. خرجت سبعات وهضره وخرجت. تبعتها انا، يلا جيت حدا الباب قالت لي وقفي تم ما بقى عندك فين تدخلي. الله يهديك جداتي قالت لي تسدينا. دخلت سدات عليا الباب، جمعات ليا حويجاتي في واحد الخنشه ديال الطحين، حوايجي كلهم مغبرين، رماتها عليا على وجهي. قالت لي يلا سيري فحالك سير الله يعاونك. خرجت مشيت دقيت عليهم، انا كنسمع الغوات السيده كتغوت. دقيت عليهم حل ليا هو الباب. قال لي داكشي؟ قلت له راه جداتي جرات عليا. قال لي دخلي. دخلت سد الباب قالت لي فين غندخل؟ المهم السيده شبعات فيا معيور، ضربني يا خبزي. دخلتك لداري درتك بنتي، ما درتكش جارتنا ولا شي حاجه، دايرك بنتي. يا ودي يا خالتي انا راه دايرك ماما، ولكن راه للضروره احكام. المهم انا ساكته ما كنجاوبش وهي شابعه فيا معيور. عندها الحق، ما تقلقتش من هضرتها، انا عارفه عندها الحق. ومع ذلك الانانيه ديالي اللي ورثتها من والديا غلبات، ما كان لا ضمير لا احساس. بقيت كنتسنى في السيدات. المهم شبعات فيه معيور، واش انت ما غتهضرش واش ما غتهضرش؟ والسيد ما كيهضرش شويه ويقول لها بغيتيني نهضر؟ قالت لي هي. قال لها الرحاب ولات مرتي وهي معاك في الدار بحالك بحالها. قالت لي معايا في الدار. قال لها هي دخلت للبيت ما عرفناش اش غدير. انا قلت غتخرج لينا غتحرقنا كاملين. دخلت للبيت جمعات حوايجها في واحد الباليزه خرجات. ما قال لها لا فين غاده لا فين جايه لا حتى شي حاجه، حتى هي ما قالت لي راني غاده لا والو. صافي كي قال لها راه معاك في الدار جمعات حوايجها مشات. سدات الباب، جلسنا واحد 5 دقائق ديال الصمت. هو يهز راسو شاف فيا قال لي اش هادشي درتي؟ قلت لي اش درت؟ قال لي علاش اتفقنا رحاب؟ قلت لي والله ما درت انا شي حاجه. يا ربي تسمح لي كنحلف. قلت لي راه ما عرفتش شكون اللي وصل الهضره لجداتي. شاف في يديا قال لي بالسيف. انا شفت الدب طبيعي غتفهم، وشافت الخاتم. قلت ليه لا راه مع وصلت لقيتها كتسناني، راه شي حد وصل ليها الهضره. قال لي من عاودتي؟ قلت ليه حتى واحد، غيكون شي حد شافنا ولا الله اعلم. المهم راه انا براسي واش انا باغا هذا الشيء. شوف شنو وقع فيا. شاف فيا قال لي سيري غسلي وجهك. دخلت غسلت وجهي. قال لي هاني خارج سدي معاك الباب بالزكرم، انا غنسد من برا انت سدي بالزكرم، واللي دق عليك ما تحليش الباب. واخا خرج. انا جاني في بالي قلت مشى يحذرها يردها اش بغيناها. المهم كيف قلت لكم لا ضمير ولا احساس. صافي بقى واحد شويه جايب معاه الدواء. فرحت قلت ما مشاش يردها، بالعكس فكر ليا انا في وجهي ومشى جاب لي الدواء.
قال لي انت ديري هادي وبالليل ديري هادي. المهم جاب لي شي بوماضات، فرحت. جلسنا تما هكايا في الدار شويه، واحد 3 ايام وصلته الدعوه ديال الطلاق، مرته باغا تطلق. مشى عندها قال لي غنمشي عندها، ملي قال لي غنمشي عندها ما عجبنيش الحال. مشى عندها بغى يقنعها باش ترجع للدار، قال لي ها راه غنمشي نديها هي لشي بلاصه اخرى، راه ما غتسكنش معاك انت، رجعي لدارك. ما سخاش بها العشره وبيناتهم بنت، طبيعي ما يسخاش بها، ولكن انا ديك الساعه ما كنتش فاهمه هادشي كامل. المهم مشى عندها، ولكن السيده رداتو، حتى بنته ما طلاتش عليه وما شافهاش نهائيا، حيت السيده ملي مشات عند بنتها بعدا كتصوني عليا انا ما كنجاوبهاش. وفاش مشى باها ما طلاتش عليه، ما شافهاش نهائيا، رجع كيعاود ليا ومقلق وانا كنواسيه. هنا كنمثل بيني وبينكم في هذه اللقطه، كنمثل كنواسيه وانا ما عجبنيش الحال. انا كنقول اش بغاها، اش غيدير بها؟ مشات هزات بالي هزات، يا الله يعاونك اش بغيتيها، هادشي اللي في بالي. المهم فعلا مشاو تلاقاو، ونهار الجلسه وصلت الجلسه ديال الطلاق، طلقوا. السيده ما خدات منه فرانك، قالت ليه ما بغيت منك حتى شي حاجه، داكشي اللي كانت تسالك جيبوا لي غدا يوم القيامه. هو قال لي هاد الهضره، قلت لي انا راه ما درتي لها حتى شي حاجه، عادي اش درتي، راه تزوجتي عادي جدا. المهم السيد كنحاول انني نواسيه، فاش طلقها ما عجبوش الحال، جا مكتئب للدار، جا مقلق وانا كنواسيه. المهم دغيا نسيتو فيها، صافي بقينا عايشين هكاك بخير وعلى خير. قال لي راه هاد الدار غادي نبيعها، تشوهنا في هاد الدرب وكذا. قلت ليه واخا، حتى انا بغيت نبعد. في هذا الوقت فاش جداتي بعدا عرفات راه السيده صافي طلقات، جات عندي. المهم دقات عليا، حليت الباب اللي ليها ليها حتى بغات تضربني ثاني الضرب. دخلات لاباس بخير لاباس بخير، هزيتي واحد المره وحطيتي وحده اخرى. صافي مني فهمات بان داكشي كامل غيولي ديالي انا، باللي وليت انا مرت السي فلان، ما بقاش كيهمها الامر وما بقاش كتهمها حتى السيده اللي غدرنا. الدنيا هانيه ماشي مشكل، ولات كتقد معايا الدواسه، وليت بنتها. ولا الحنان كنت كنحس به اللي ما عمري حسيت به في حياتي من غير عند هاد الناس هادو. حسيت بالحنان من ديك السيده اللي ظلمتها، ومن بنتها، ومن هاد السيد حتى هو. هادو هما اللي عطاوني الحنان في الحياه فقط. المهم صافي السيد جا الشاري الاول ما عجباتوش الدار، ما تفاهموش في الثمن. جا الثاني ما تفاهموش في الثمن. الثالث تفاهموا وباع الدار، مشينا شرينا في بلاصه واحده اخرى، زاد شويه د الفلوس، شرينا دار غزاله. داكشي اللي كنتمناه وصلت ليه، وصلت للسيد اللي كان كيبان لي المثل الاعلى ديال الرجل المثالي. وصلت للفلوس، وعلى الرغم ان الفلوس ما كانوش هدفي في الحياه، انا كان هدفي في الحياه هو الاستقرار، هو الحنان، هو الدفء، وشويه الاهتمام. هادشي اللي كان الهدف ديالي في الحياه، الفلوس كان اخر همي. المهم السيد عشت معاه بخير وعلى خير، واحد السيد اللي ما كاينش بحالو في الحياه. كان عنده واحد الديرونجمون في حياته، هي ان بنته ما بغاتش تهضر معاه وما بغاتش تشوفه، كيعيط لها ما كتجاوبوش، شويه بدلات النمره، كيمشي ما كتخرجش عنده. المهم انا حملت، ولدت بنيه ووليد، عطاني الله توام، الله يحفظهم ليا ويحفظ لكم وليداتكم. فرحت بهم، ولكن نهار ولدت فاق ليا الضمير. وقيله هذيك الامومه هي اللي خلاتني نفيق، هي اللي خلات الجانب الزوين فيا يتحرك ويقتل داك الجانب الشرير اللي كان فيا، اللي كان شبيه الوالديه فيه من طبيعه الحال. نسيت ما قلت لكمش بلي ماما ولات كتجي عندي، وخوتي حتى هما كيجيو عندي. المهم ولينا بخير وعلى خير. جداتي كذلك كتجي عندي. بابا جا كيسول فيا، ما بقاش غيحرق الورقه اللي كنت فيها، انا وليت بنته، ولات بلاصتي كاينه، ما بقيتش ميكروب، لا. ولا كيسول فيا ولا كيجي عندي، وانا كندير الواجب ديالي، كنعاملهم بحال والديا. واخا هما ما نكذبش عليكم قلبي هربان منهم، لان ما متيقاش هذاك الشيء. نهار اللي بغيتهم ما لقيتهمش، دابا بلاش حنانكم ديوه لشي بلاصه اخرى، ما بقاش كيهمني، ما بقاش عنده معنى في حياتي. نهار بغيت الحنان حتى واحد ما عطانيش الحنان. لو كان اصلا كنتو معايا ما كنتش غنوصل لهذا الشيء، وما كنتش غنخطف من السيده راجلها، وما كنتش غنبعد السيد على بنته لو كان كنتو معايا في ديك اللحظه. المهم شويه مرضات جداتي، جات عندي ماما، قلت لها راه جداتي مريضه، راه خاصك ديها عندك ماما. قالت لي فين غنديها؟ ما عندي فين نديها، انا عندي وليدات ما مسالياش ليها، وهي فيها النقوير وفيها هذا.
المهم قلتها لراجلي، قلت له راه شنو، قلت لماما شنو، قلت لها شنو، باش جاوبتني قال لي نمشيو نجيبوها حنا، علاش ما تجيبيهاش. المهم بعدا فاش حملت انايا، فاش ولدت جوج وليدات ولدت التوام، راجلي جاب لي واحد المساعده، كان جابها لي تعاوني غير في فتره الحمل، ولكن منين ولدت التوام قال لي صافي خليها معاك، جوج تربيات هكايا راه صعيب عليك. فعلا داكشي اللي كاين. المهم درنا السبوع، فرحنا بروسنا وكل شيء. مشيت جبت جداتي عندي، جداتي من اطيب خلق الله، كتعامل ولادي زوين وبخير وعلى خير. ولكن عندي واحد الحاجه اللي الندم غادي يقتلني. كنقول له كان غير قبلت بالسيد اللي كان جاب لي ديال 35 عام كنت غادي نرتاح، دابا على الاقل الضمير ديالي غيرتاح. كنت كنقول له كان هاد الوقيته اللي ضيعت باش هاد السيد كامل اللي كان ثقيل ورزين وما كانش كيشوف فيا، لو كان ضيعته مع شي حد اخر اللي ديال راسو، لو كان راه بغاني، حيت انا كنت زوينه بيني وبينكم، كنت زوينه. المهم قتلني الندم ديال بصح. راجلي ملي كنجي نقول ليه شي حاجه كيقول لي شوفي انا وياك راه تكتبينا لبعضياتنا، ربي كتب لينا اننا نتزوجوا، ما درناش شي حاجه ديال العيب وما درناش شي حاجه ديال الحرام، والزواج راه حلو الله للراجل، عطاه 4، يعني ما درت حتى شي حاجه، ما غدرتها ما والو. هو كيهضر فعلا ما غدرش مرته، ولكن انا اللي كنت كنخطط لهذا الزواج، هو كيسحب لي واش الزواج جا هكاك صدفه، ما سحبلوش بلي انا خططت ليه. المهم انا ما نكذبش عليكم، قتلني الندم ديال بصح، ما كنرتاحش، واي حاجه كنعيشها كنحس بها ناقصه، ما مرتاحش في حياتي نهائيا. ماشي على قبل السيد لو كان يرجع الزمان اللور ويخيروني غادي نختار هذا السيد هذا من بين الرجال ديال العالم كاملين، ولكن ما تكونش عنده بنت وما تكونش عنده امراه. ما كنتش نخطفه، لو كان نرجع اللور ما كنتش نخطفه من عائلته، ولكن كراجل اي وحده تمناه. واحد النهار فقت في الصباح خليت الدراري المساعده وجداتي كاينه، خرجت شديت طاكسي مشيت للدار ديال صاحبتي نسرين، حيت عارفه السيده عايشه تما. دقيت شافتني، حلات نسرين شافتني، دفعت الباب، رديت الباب هكايا، خلاتني عطاتني بالظهر ودخلات. دخلت انا كنلقى السيده مرت راجلي القديمه جالسه في المراه، غير شافتني تشوكات. مشيت عندها باش نبوس لها راسها، ما خلاتنيش، دفعاتني قالت لي اش بغيتي. قلت لها جيت نطلب منك غير السماحه، ما باغا حتى شي حاجه، بغيتك غير تسمحي لي فقط. قالت لي نسامحك، داكشي اللي درتي فيا قليل. قلت لها انا عارفه ما جيتش عندك الا وعارفه انني ما دايره فيها ما يصلح، انا ولدت عندي وليدات وعارفه بلي انا الا تحطيت في بلاصتك راه ماشي سهله. تلاحيت على رجليها قلت لها انا تراب رجليك باش ما حكمتي عليا نموت، بغيتيني نطلق منه من غدا نطلق ما عنديش مشكل، المهم غير تسامحيني. هزات رجليها هكا وبعدات مني، قالت لي شوفي انتي كنتي غير بنت صغيره، واخا داكشي اللي درتي يعني كنتي في العشرينات 22 عام، راه كان كافي انك تعرفي الصح من الغلط، ولكن كيما كان الحال كان عقل الصغر. انا ما وحلاش معاك، انتي واحله مع مول العقل اللي دايره فيه الثقه، واخا طلقي منه. قالت لي ويبقى بوحدو اللي راجل، ما عمري نكون ليا مرا ولا يكون ليا راجل. قالت لي وهضره وحده اللي غنقول لك، الا سامحك الله انا راني مسامحك. صافي خرجت في حالاتي. السيده صاحبتي ما بقاتش طلات عليا وما شفتهاش، شوف اللي شفت فاش حلات ليا الباب فقط. خرجت في حالاتي، رجعت للدار، ما قلتش لراجلي راني مشيت عندهم. المهم السيده ما سامحتنيش 100%، وعندها الحق، علاش غتسامحني؟ اصلا وحده غداره، دخلت لدارها وكليت طعامها وكليت ملحها، وفي الاخر نغدرها في راجلها، حتى وحده ما غتقبلها وحتى وحده ما غتسامح. وانا قاتلني الندم ما نكذبش عليكم. ولو انا راجلي كيواسيني كيقول لي راه ما درنا حتى شي حاجه د العيب، راه عادي جدا، حنا ماشي اول وحدين، انا ماشي اول راجل كيتزوج على مرته، انا ما لحسها ما جريت عليها ما حتى شي حاجه، كنت ما غنحرمها من حتى شي حق، ولكن هي فضلت انها تطلق وشغلها هذاك، هي بغات تطلق. المهم لحد الساعه انا عايشه بعذاب الضمير، وهذه هي قصتي، قصه اللي هي صعيبه وانا عارفه. وبعض الخطرات كنقول راه والديا وهما السبب، وبعض الخطرات كنقول بالعكس كان عليا، ملي انا شفت هذاك الظلم كامل ما نقبلوش على واحد اخر.
كي شفت الظلم متمارس عليا ما كانش عليا نقبلو على واحد اخر، خصوصا اليد اللي وكلاتني. انا عضيت اليد اللي وكلاتني، يعني الا كان شي انسان غيتسمى بهاد السميه فهي انا. درت غلط كبير في حياتي، عارفه انني غلطت واخا كنت ضحيه، ولكن هادشي ما كيعنيش انني ما غلطتش. علاش؟ كان ممكن انني نشوف شي حد اخر من غير هاد السيد هذا، ولكن انا الديفو اللي كان عندي كنت كنشوف الرجال كاملين بحال الا هاد السيد. الرجال كاملين كيشبهوا البابا الا هاد السيد هذا بوحدو اللي مختلف. وكنت انانيه وفرقته على دارو وعلى وليداتو، على بنته وعلى مرته، وديتو ليا انا. ما كنتش ناويه هم يطلقوا صراحه الله، كنت ناويه نكون الزوجه الثانيه فقط، ولكن شاءت الاقدار انه يطلقوا. وهذا الشيء اللي بقى فيا، لو كان غير كنت زوجه ثانيه ما كانش غيبقى فيا الحال لهاد الدرجه. المهم القصه ديالي هي هذه، اللي بغيتو تقولوها قولوها. انا اصلا عارفه هادشي كامل اللي غتقولوه، انا عارفاه. القصه ديال رحاب هي هذه قصه اللي صعيبه بزاف. واحد الانسان اللي دار واحد الغلط فعلا وفي الاخر كيعترف بالغلط ديالو وندمان. قصه اللي هي مؤثره بزاف بزاف وكتضر في القلب. صحيح ان رحاب انا كانت انانيه وكانت ظالمه في واحد الوقت، ولكن ما نساوش بانها 22 عام وهي مظلومه. ما نساوش بانها كانت ضحيه لواحد الوالدين اللي هما انانيين وكيفكروا غير في راسهم فقط، وكانت ضحيه جدتها حتى هي. ما عرفتش صراحه باش غنعلق في هذه القصه هذه بدون تعليق ليكم، ولكن رفقا بها صراحه تقال، رفقا بهذه السيده. ونتمنوا ان السيده الاخرى تسامحها، ونتمنوا ان الامور تقاد بيناتهم، ونتمنوا ان السيده رحاب تهنى من عذاب الضمير ولو انه صعيب الحال. فالقصه ديالنا هي هذه. ما تنساوش تبارطاجيوها بزاف باش ما تغلبش علينا الانانيه، حيت اي انسان فيه الجانب الزوين والجانب الخايب. دائما نحاولوا اننا نحاربوا الجانب الخايب وما نخليش الظروف تاثر فينا لدرجه اننا ننساو الجانب الزوين فينا ونخدموا غير بالجانب الخايب، وما نفكروش بانانيه. داكشي اللي نبغيوه لروسنا نبغيوه لغيرنا، ولو كيما كانت الظروف نخليوها في يد الله. كيف ما شفنا في القصص اللي فاتوا، كان ممكن ان دوك النساء دوك العيالات اللي فاتوا كان ممكن انهم يكونوا انانيات في بعض الاوقات، ولكن بالعكس فوضوا امرهم الله وفي الاخر ربي جزاهم. ولو ان هاد السيده كتقول انها عايشه حياه عاديه مع رجلها ووليداتها وجداتها كذلك، ولو ان جداتها ووالديها ما مرتاحش لهم، ولكن بخير. ولكن مع ذلك كنقولوا بان ملي كتفوضي امرك لله كان ممكن يعوضك العوض الجميل خير ملي كديري انت شرع يديك، ولو ان كل شيء بالمكتاب. فبارطاجيو هذه القصه على ابعد مدى باش البنات ياخذوا منها عبره، واي واحد ياخذ العبره قبل ما يتصرف بانانيه، يعرف بلي غيجي واحد النهار اللي الضمير ديالو غيفيق واللي غيندم ما غينفعوش الندم. بكى مورا الميت خساره. فما تنسونيش من اللايكات ديالكم، من تعليقاتكم الزوينه. لا يخطيكم عليا. نتلاقى معكم في فيديو جديد وانتم دائما في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب. السلام عليكم.